الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. بين يدي أحد الفيديوهات التي يقصقصها خوارج السلفية الوهابية الكلاب المسعورة هؤلاء، ويروجون بين الناس على أن الصوفية يقولون هذا الكلام والأشاعرة يقولون هذا الكلام، وانظروا إلى الصوفية وانظروا، وهو يقصقص لك الفيديو قصقاص، تمام، يأخذ لك كلمة وقص السابق واللاحق، نفس أفعال اليهود. طبعا هذه الحركات هي تفضح هؤلاء الكلاب المسعورة، ونحن نوضح لكم هذه الفضائح لهؤلاء الخوارج. هذا الرقم هو أحد أرقام هؤلاء الكلاب المسعورة خوارج السلفية الوهابية. أنا أظهر هنا رقمه لكي تصل إليه الرسالة وتصل الرسالة إلى أقربائه ممن يرون هذا الرقم، هذا رقم فلان بن فلان، لأنه يخفي اسمه ويخفي صورته. هؤلاء الخوارج هم هكذا، يخفون أسماءهم، يخفون صورهم، حتى في التعليقات تجدهم يخفون أسماءهم وصورهم، لكن تجده كثير النباح، كلب مسعور. فأنا الآن أظهرت رقمه من أجل تصل الرسالة إليه وتعرفون من هو المدلس صاحب هذا الرقم ومن هو الكذاب. أرسل لي طبعا هذا الفيديو على حسابه على الواتساب. تعالوا نشوف. أظهر أنا الآن رقمه حتى ما نقول دلسنا عليه. نحن بحمد الله تبارك وتعالى لا نعرف التدليس على أحد ولا نعرف الكذب على أحد. تعالوا سأبين لكم طبعا المقطع ثم المقطع الحقيقي. هذا هو أحد الخوارج، تمام، أرسل هذا الفيديو. شوف ما سمعنا من كلام هؤلاء الرجال في شرف الزيارة التي نالها الإمام الحداد حتى بلغ إلى مقام النبوة. شوف كيف سواه حتى بلغ إلى مقام النبوة. قصوا لك الفيديو يوهمك على أن المعنى على أن الإمام الحداد، وهو أحد أئمة أهل السنة الكبار، بل أحد الأولياء الربانيين الذين ورثوا مقام النبوة، على أنه يدعي النبوة لنفسه. اسمعوا معي مرة ثانية. بركة ما سمعنا من كلام هؤلاء الرجال في شرف الزيارة التي نالها الإمام الحداد حتى بلغ إلى مقام النبوة. حتى بلغ إلى مقام النبوة، ركزوا في اللفظ، حتى بلغ إلى مقام النبوة، ما قالش حتى بلغ مقام النبوة، بلغ إلى مقام النبوة. إيش معنى بلغ إلى مقام النبوة؟ أي وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ مقام النبوة، بلغ إلى يعني وصل إلى. لو كان قال بلغ مقام النبوة يا رجل، حتى لو قال هذه العبارة، لو قال حتى بلغ مقام النبوة، يعني إيش في نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مش في نبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما معنى حديث: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. لكن ما تفهم لك كلاب مسعورة، هؤلاء الخوارج ما يفهمون مثل هذا الكلام. مقام النبوة، منزلة مقام النبوة غير النبوة نفسها. اتضحت المسألة؟ أنا حينما أقول هذا الولي وارث لمقام النبوة، وارث لمقام النبوة، ليس معنى أنه نبي، معنى أنه ولي. الوارثين لمقام النبوة هم الأولياء الربانيين، ليقول الله تبارك وتعالى عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم: إن العلماء ورثة الأنبياء، أي أن هؤلاء الورثة الربانيين ورثوا مقام النبوة، فهم وارثين لمقام النبوة، وارثين للأنبياء الذين هم الأولياء. لكن مع هذا أنا أقول مع هذا يعني حتى العبارة إن قلنا على أن الشيخ قصد بأن أن الإمام الحداد ورث مقام النبوة، ليس معنى أنه ورث النبوة، وإنما ورث مقام النبوة التي هي الولاية. لكن مع هذا الشيخ ما أراد هذا المعنى، هو قال: سمعنا من كلام هؤلاء الرجال في شرف الزيارة التي نالها الإمام الحداد حتى بلغ إلى مقام النبوة. حتى بلغ إلى مقام النبوة، بلغ أي وصل إلى مقام النبوة. تعال الآن نستمع الكلام اللي بعده اللي يوضح لك أصلا قول الشيخ، علشان تعرفوا فقط أننا أمام منافقين. نحن أمام منافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
السلفية الوهابية هؤلاء منافقون، احذروا والله لا تكون لحيته هنا. أي سلفي وهابي يقول لك أنا سلفي، عرف قل له أنت منافق. إذن وأقول لك أنا سلفي، قل له أنت منافق مارق من دين الإسلام، أنت مقسم، أنت مشبه، أنت كلب من كلاب الخوارج. اسمعوا الحديث المقطع الصحيح. قال في شرف الزيارة التي نالها الإمام الحداد حتى بلغ إلى مقام النبوة وهو يخاطب الحبيب ويقول وقفنا وسلمنا على خير. بلغ مقام النبوة يعني بلغ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وصل إلى مقام النبوة يعني إلى قبر النبي، وبدأ يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح المسألة؟ الكلام واضح طبعا للشيخ للحبيب. ومع ذلك قلنا حتى وإن قصد به المقام التي هي المنزلة فالكلام أصلا صحيح، لأن الولي لابد أن يرث مقام النبوة، أي معنى يرث النبي صلى الله عليه وسلم. ووراثة مقام النبوة التي هي مقام الولاية، مقام الصديقية الكبرى. قال تعالى من النبيين والصديقيين. سلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر فرد علينا وهو حي محاضر وشرف من حي كريم من يبلغ هذه الرتبة الكبيرة. هذه رتبة عظيمة حينما يرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعه، أي تسمعه بأذني روحك، بسمع روحك، مش تسمعه أنت، لا، الذي يسمعه هذا لا يسمع كلام رسول الله ورد رسول الله حينما تأتي تسلم عليه فتسمع رد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من كان في مقام الوراثة النبوية. الشيخ الإمام الحداد أحد أقطاب هذه الأمة، أحد أقطاب الدعوة، أقطاب العلم، أقطاب أهل السنة، أقطاب الولاية. وصل إلى مقام النبوة أي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظم أبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فسمعه الإمام الحداد. طبعا سمعه يعني سمعه بأذني روحه، بالروح، وليس بهذه الآذان. هذه آذان الجسم الشبح، لكن هناك روح، الروح داخل الجسد. الروح هذه لها عينين خاص بها، لها سمع خاص بها، لها بصر خاص بها، يعني لها نظامها الخاص. الأرواح لها نظام خاص، وهذا الجسد ما هو إلا مثل الصندوق يتحرك لوجود الروح فيه، فإذا خرجت الروح مات الجسد، لكن الروح حية. الإنسان الولي سمع هذا الإمام، سمع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نكلم. لماذا نحن نقول أن نحن نسمع الأولياء، نسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يسمعه أهل الأرواح. خوارج السلفية الوهابية كل كلامهم والله كذب في كذب، تدليس، نسأل الله السلامة والعافية. والله الحمد لله الذي أنقذنا وأنقذ كثير من الناس من هذا المذهب. أين كان الإنسان اللي مع مذهب الوهابية؟ أين؟ مع مارقين من دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فيكفي أنك تعرف هذا التدليس وهذا التحريف، وكيف يتعبدون الله تبارك وتعالى بالكذب. تصور هؤلاء المطاوع الآن الفاسدين الفجرة يعبدون ربهم بالأكاذيب، يعني يعبد ربه بالكذب، بالنفاق. طبعا الكذب من الكبائر. تصور واحد يأتي يقول لك الزنا حلال، أنا أعبد الله بالزنا. هؤلاء يعبدون بالكذب. الكذب، الزنا من الكبائر، الكذب من الكبائر. الكذاب ملعون بنص القرآن. فهؤلاء يتعبدون ربهم بالأكاذيب على غيرهم، بالأكاذيب على علماء أهل السنة، بالأكاذيب على الصحابة، بالأكاذيب على التابعين، على السلف، على الأولياء والصالحين. يعبدون ربهم بالكذب. ولذلك احذروا احذروا احذروا. اللهم إنا بلغنا، نحن نبلغ فقط، نحن نبين، نحن نوضح هذه الدسائس، هذه المقاطع. شوفوا ينشرونها على الواتس، فانتبهوا بارك الله فيكم حتى لا تقعوا في وحلهم. من وقع في وحلهم خرج من دين الإسلام، مرق من دين الإسلام دون أن يشعر. فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا ينفعك شيء. يعني يتحقق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب مصل ليس له من صلاته إلا التعب، القيام والتعب. بس ما فيش معك غير التعب، تتعب نفسك، تتعب جسمك، تتعب بدنك فقط. لكن هناك ثمرة، أجر
ثواب أبدا. لماذا؟ لمروقك من دين الإسلام، تتعبد الله تبارك وتعالى بعقيدة باطلة فاسدة خربانة. ولذلك قلنا العقيدة هي الأساس، من صحت عقيدته صح قلبه، ومن صح قلبه صحت جوارحه، ومن ضمن الجوارح طبعا كذلك العقل، وصح عقله، صحت جوارحه وصح عقله. لكن خوارج السلفية الوهابية عقولهم غير صحيحة، غير سليمة، سقيمة، بنص حديث رسول الله نعتهم ووصفهم وقال لنا السفهاء الأحلام يدعون إلى كتاب الله يقرؤون القرآن ريا رطبا يقولون من قول خير البرية. معها سفهاء الأحلام أي أنهم بلداء العقول، ضعاف العقول. بعد ذلك قال هم شر الخلق والخليقة، لئن أنا أدركت هؤلاء، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عهد. بالله النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد حفاظ لكتاب الله يقرؤون القرآن ريا رطبا يدعون إلى كتاب الله التوحيد، القرآن، يدعون إلى القرآن، يدعون إلى السنة، ومع ذلك النبي يتوعد إن أدركهم لأقتلنهم قتل عهد. إيش بعد هذا الكلام؟ عندك تجي تقول لي هؤلاء يتكلمون بالكتاب والسنة؟ نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى هؤلاء الخوارج، الحمد لله الذي فضحهم ولا زال يفضحهم بألسنتهم، بأفعالهم، بأقوالهم. المؤمن من الصعب أن يكذب، أن يتجرأ على الكذب، أن يتجرأ على البهتان، لكن هؤلاء يتعبدون ربهم بالكذب، يعبدون الله بالكذب والبهتان والنفاق. نسأل الله السلامة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.